هتكون مباراة قوية جدا جدا جدا. طبعا المباراة هتكون صعبة على الفريقين، في ظل ان الفريقين مش احسن حاجة. خلينا اعترف لك بده، الفريقين مش احسن حاجة. نادي الزمالك في فترة ان هو قرب يعلن افلاسه، ومن الجهة التانية ومن الحتة التانية برضو ان نادي الزمالك ان النادي الاهلي صفقاته، عنده صفقات بس ما عندوش فكر يمشي الصفقات دي ازاي مع بعضها، وصفقات تلعب كويس بشكل ممتاز مع بعضها. النادي الاهلي عنده صفقات بملايين تفوق النادي الزمالك، ولكن النادي الاهلي مش عارف يسير الامور، يعني مش عارف ان هو يمركز اللعيبة بشكل متناسق. طبعا نادي الزمالك عنده يعني هي لعيبة كويسة وبتلعب بروح، لكن مفيش إمكانيات عند نادي الزمالك نهائيا. طبعا خلينا نتكلم على شوية نقاط ضعف عند النادي الأهلي، وهي إن النادي الأهلي الدفاع بتاعه شوارع. ده المعنى البلدي والجملة التوضيحية لدفاع النادي الاهلي دفاعه شوارع. يعني لو النادي الزمالك استغل النهارده دفاع النادي الاهلي، هياخد الجيم من النادي الاهلي. طيب، وبرضو عندنا ان النادي الاهلي بيعمل هجمات كتير، بس مفيش مدافع، مفيش مهاجم ان هو يخلص. فالنادي الاهلي في الفترة الحالية ينقصه مهاجم قوي وينقصه دفاع قوي، وانت بعدين هتشوف الاهلي ده في حتة تانية خالص. طبعا المدرب هو اللي بيحكم بالكلام ده، لكن احنا شايفين ان المدرب مش بيتكلم على ان هو عايز صفقات في الهجوم ولا انه عايز صفقات في الدفاع. فدي حتة برضو تنقص المدرب الجديد. لازم تتكلم، لازم تقول النادي الاهلي ناقصه كذا وناقصه كذا وناقصه كذا، والادارة تنفذ، لان احنا بالوضع ده مش هينفع. احنا يعني الفترات اللي فاتت اهتمنا بصفقات يعني على الجناح وفي نص الملعب وتحت الهجوم، وطبعا يعني صفقات يعني مهمة، بس كنا محتاجين فعلا ان احنا نعزز دفاع النادي الاهلي، وان احنا نجيب هجوم للنادي الاهلي. طبعا الكلام ده كله لازم، لان النادي الاهلي لسه قدامه بطولات، لسه قدامه الدوري الموسم ده، ولسه قدامه دوري ابطال افريقيا، ولسه قدامه المجال طويل في البطولات السنة دي. لازم ان الاهلي يسيطر على البطولات دي كلها، لان النهاردة لو النادي الاهلي خسر هيكون في غضب جماعي من جمهور الاهلي، وغضب جمهور الاهلي بيترتب على حاجات كتير جدا، منها ان في ناس كتير بتمشي. فلازم النادي الاهلي يحسم الجيم بتاع النهارده، لازم النادي الاهلي يكون عنده القدرة ان هو يخلص الماتش. طبعا قلنا ان احنا عايزين شخصية قوية زي شخصية الكابتن سيد عبد الحفيظ، لازم شخصية زي شخصية الكابتن سيد عبد الحفيظ دي لازم، مش اختياري، لا لازم تكون موجودة مع النادي الاهلي في الفترات القادمة. وطبعا يعني شخصية كابتن سيد عبد الحفيظ بتعرف ان هي تظبط اللعيبة. كان اللعيب بيخاف يعمل لقاء صحفي كان اللعيب بيخاف يعمله من كابتن سيد عبد الحفيظ، بس دلوقتي اللعيب واخد راحته، وده ما ينفعش. اللعيب ما ينفعش ياخد راحته الكاملة، لازم ان هو يتحط تحت رقابة شديدة، يتحط تحت شخصية قوية. ده النادي الاهلي، متكلمش عن نادي الزمالك، لان نادي الزمالك مش محتاج سيد عبد الحفيظ، ده محتاج ادارة كاملة. كون صريح، نادي الزمالك محتاج ادارة كاملة، انما النادي الاهلي لا، ده هو محتاج ايه؟ هي شخصية بس تنقصه ان هي تشد على اللعيبة شوية بس، غير بقى نادي الزمالك خالص.
فالمباراة بتاع النهاردة هتكون قوية جدا، هتكون قوية على الفريقين وصعبة على الفريقين. وطبعا نتمنى ان احنا نشوف كرة مشرفة، حتى لو الفريق ده خسر وده كسب يعني بسكور، بس نشوف كرة كويسة. يعني انت كرة تشرف الكرة المصرية برا مصر. احنا محتاجين فعلا ان احنا نشوف كرة مشرفة. محتاجين ان احنا نشوف النادي الاهلي اللي هم بيمثلوا مصر ان يلعبوا كويس، وما يكونش فيه شدة الملعب دي، لان دي حاجة مش كويسة بره. وبس كده، ده اللي كنت عايز اوضحه في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.